يمكن يحسوا من قلبهم ويعرفوا مين عمهم. مصر في كل مكان بلد الجدعان، مصر في كل مكان بلد الجدعان. المصري أصيل من يومه جدع ومال وهدومه، المصري أصيل من يومه جدع ومال وهدومه، ويتعمل له حساب والدنيا تعوم على عمره. طول عمره المصري رجولة وتبني بلد عسولة، المصري رجولة وتبني بلد عسولة. وفي أي حتة يقول بلدي لازم تكون الأولى. المصري جد جد ويشرف أي حد، المصري جد جد ويشرف أي حد. عايزني أقولك عنه هاتلك عداد وعد. مصر هي أمه بتجري في قلبه ودمه، مصر هي أمه بتجري في قلبه ودمه. لو تجي على رقبته يضحي ولا بيهمه. يلا المصر اهو يا عم في الدنيا اخف دم، المصر اهو يا عم في الدنيا اخف دم. صاحب واجب من يومه راجل مش نصكم، في الحزن وفي الفرح يصون العيش والملح، في الحزن والفرح. طبعا النهارده احنا موجودين في احتفاليه كبيره جدا، احتفاليه غاليه علينا كلنا، احتفاليه النادي المصري بمناسبه مرور 100 سنه هجريه على انشاءه وتاسيسه. النادي المصري يعني اسم كبير جدا في عالم كره القدم في الرياضه المصريه، قدم على مدار 100 سنه نجوم رائعه جدا، مش عايز انسى حد منهم، لكن تاريخ لا يمكن ان ينسى. احنا كجمعيه للاعلام الرياضي المرئي والمسموع كنا حريصين جدا ان احنا نشارك في هذه الاحتفاليه. اول ما كلمني الاستاذ عبده عالميه والاستاذ محمد جبر ما دخلناش الحقيقه، وكل زملائي الاعلاميين كانوا سعداء بالفكره، وعشان كده موجود كم كبير جدا منهم النهارده. عايز اقول لحضراتكم انه اولا عايزين نشكر كل القنوات اللي جت النهارده بتغطي الحدث، وكل الاذاعات، شبكه الشباب والرياضه، اذاعه القاهره الكبرى، قناه النهار، قناه النيل الرياضه، القناه الخامسه، كل القنوات الحقيقه اللي موجوده بنشكرها. القناه الرابعه طبعا بنشكرهم على وجودهم في تغطيه هذه الاحتفاليه. زي ما قلت لحضراتكم انه الاعلام الرياضي عليه دور كبير جدا. الاعلام الرياضي مش مجرد فقط تغطيه للبرامج او استضافه شخصيات وكده، لا، الاعلام لازم يبقى ليه دور. ويمكن احنا وجودنا النهارده دي تاني احتفاليه احنا بنشارك فيها، والاحتفاليه اللي فاتت كانت من حوالي شهر تقريبا، كانت بمناسبه العيد القومي لنادي الشرقيه، واحتفال الشرقيه ب 50 سنه على تاسيسه وانشائه، وايضا كمان بمناسبه مهمه جدا وهي عوده نادي الشرقيه للممتاز. النهارده موجودين في احتفاليه النادي المصري 100 سنه على تاسيسه، 100 سنه هجريه، والحقيقه ده كان يعني شيء جميل جدا وتقليد جديد. وابتدت بعض الانديه تسال عن الفكره وتحسب كمان من هجري بقى لها كام سنه، ومنها النادي الاسماعيلي على سبيل المثال. طبعا معانا فقرات كثيره جدا في الحفله النهارده، وخلوني بس احيي الاستاذ علاء حامد نائب رئيس النادي المصري، بنحيي حضرتك، ونحيي ايضا كابتن مدحت فعوس واحد من رموز النادي المصري كمدرب وكلاعب وكتاريخ وكعائله اصيله لها تاريخها في النادي المصري، والاستاذ محمد جبر طبعا احد اعضاء اللجنه المنظمه في الاحتفاليه، والاستاذ عبده عالميه. هنبدا بكلمه الاستاذ عبده عالميه، والحقيقه اللي كان ليه دور كبير جدا في هذا الاحتفال وفي هذا الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكرام،
أتقدم لكم جميعا بخالص الشكر والتقدير لحرصكم على حضور حفلنا اليوم. المدينة الباسلة أرض الأبطال التي ناطرت عن مصر وصدت الاحتلال على مر العصور. إننا اليوم في حفل رياضي كبير لأول نادي يعبر عن مصر والمصريين. لم يتغير اسمه منذ إنشائه حتى الآن بمرور 100 عام هجريا عليه. نعم، نحن نحتفل اليوم بمرور 100 عام هجريا في ملحمة البطولات والنضال. جماهير العاشقة تميزوا عن أي نادي في العالم. إننا الآن في هذه اللحظات الفارقة نسجل بحروف من نور تاريخ نادي عظيم، ومصر التي علمت العالم النضال والنقاش على المعابد والحضارة. نرسل رسالة اليوم للعالم كله تؤكد أنها مهد الحضارات وعليه أقيمت كافة الأنشطة تميزت بالرياضة حاليا. النادي المصري يبعث إليكم جميعا رسالة اطمئنان وتحدي سوف يكون في المقدمة دائما. لن تهزمنا الأحداث المتعلقة التي أرادت النيل من شعب بورسعيد عامة والنادي المصري خاصة. من هنا من المدينة الباسلة نمد أيدينا الخير والسلام إلى كل الرياضيين بجمهورية مصر العربية، وعلى رأسهم النادي الأهلي وجماهيره العظيمة. الحضور الكرام، نحن نرحب بكافة الرياضيين السابقين وعلى رأسهم كابتن عالمي مدحت فقوسة نجم النادي المصري ونادي الطيران ومنتخب مصر والنادي الأهلي، وأول مدير فني مصري عربي أفريقي يفوز بكأس العالم العسكري عام 1993 بالمغرب. وكان في سنة 93 أنا كتبت للكابتن مدحت فقوسة وقلت سطع اسم فقوسة في المغرب. فاكر يا كابتن؟ طبعا. والنهارده شفت المنشط ده موجود في بيته. فنشكر الكابتن مدحت ان هو بيحتفظ بالحاجات القديمه يعني. ونتشرف بحضور الكابتن سمير غصناوي نجم النادي المصري والكابتن عبود الخضري الذي عاصر اجيال واجيال وشارك مع النادي المصري من الستينات حتى الثمانينات، ويعتبر اقدم لاعب في النادي المصري يشارك مع النادي المصري لمده 30 عام. كما نتقدم باسم معاني الشكر والتقدير الى جمعيه الاعلام الرياضي المرئي والمسموع برئاسه الاعلام الكبير طارق رضوان وكافه العاملين بالاعلام الرياضي من مذيعين ومذيعات وفنيين. كما نتوجه بالشكر والتقدير لكل من مد يد العون لإنجاح هذه الاحتفالية الخالدة. ونخص هنا إلى الخبير السياحي الإنسان البورسعيدي المحترم الأستاذ محمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة ستايل لإدارة الفنادق والقرى السياحية تحديدا قرية النورس. متشكرين جدا وألف ألف شكر على حضوركم في مشاركة مئوية النادي المصري. شكرا استاذ عبده علميه. ونستمع لكلمه يعني الاستاذ محمد جابر ليه دور كبير جدا في هذه الاحتفاليه، ويعني ايضا من محبي النادي المصري وعضو طبعا في الجمعيه العموميه للنادي، وزي ما قلت كان ليه فكر كبير جدا ودور مع الاستاذ عبده في هذه الاحتفاليه. السلام عليكم. مساء الخير عليكم جميعا. أنا سعيد جدا جدا إن احنا متجمعين وشفت ناس من أحبابنا كلهم موجودين للمرة الثانية. السنة اللي فاتت قعدنا مع بعضنا قضينا يومين مع بعض جمال جدا بحضور جميع اللاعبين الكبار اللي كانوا موجودين وكان ربنا يديهم طول العمر. وكانت حفلة جميلة جدا وكان معانا كابتن مدحت فقوسة الكابتن بتاعنا والحبوب بتاعنا كلنا. يسعدني وجودكم جميعا على ارض بورسعيد. بشكر قناه النهار وبشكر الاستاذ طارق رضوان، وانا اتمنى ان احنا نتكاتف كلنا مع بعض وننهض بالنادي المصري. مش هنقدر نمشي واحد لوحده ويمشي النادي ويقوم بالامور كلها. لابد ان كل واحد قادر ان هو يعمل حاجه في بورسعيد يحط ايده في ايد الثاني عشان نوصل بالنادي المصري لمركزه اللي يليق به. النادي المصري قيمه وقامه بالنسبه لنا،
ويكفي ان هو داخل عليه كلمه المصري. احنا كلنا حتى في بلاد الغربه بنفتخر بكلمه انا مصري، فما ينفعش اكون انا مصري وبعدين النادي المصري بتاعي واسيبه واقف اتفرج. لازم اقف واحط ايدي في ايد الناس اللي موجوده بحيث ان احنا ننجح ونتقدم خطوات للقدام. تحياتي واعزازي وشكري وتقديري لكل من حضر وشاركنا في هذه الليله الجميله، ليله المئويه الهجريه للنادي المصري، ونتمنى ان احنا نكون على لقاء دائم باذن الله، مع تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق. واشكر الاستاذ طارق مره ثانيه على وجود الاخوه الاعلاميين كلهم، مع خالص تحياتي لكم. شكرا للجميع. شكرا للاستاذ محمد جبر. وعايزين نرحب بدكتور محمود حسين وكيل لجنه الشباب والرياضه بالبرلمان المصري. ونروح بقى لكلمه علم من اعلام كره القدم ورياضه في بورسعيد، صاحب الدم الخفيف، ودي شعبيه على فكره عندنا في القاهره كبيره جدا. يعني مدحت فاقوسه موجود في القاهره الناس كلها بتحييه، في بورسعيد نفس الشيء. ولما انا شخصيا بستضيفه اي زميل بستضيفه بيبقى سعيد جدا لانه بيبقى عارف انه يعني هتكون فقره ناجحه وجميله. تعالوا نروح للكابتن مدحت فاقوسه ويشوف محضر لنا ايه. مفيش حد يجي يشيل الميكروفونات دي. انا راجل عيان يا راجل. طبعا 7 شهور اللي فاتوا والكباتن اللي موجودين اصحوا شويه عشان حاسس ان ايه انتوا نايمين حبه، حتى الاذاعيين نايمين، ما اعرفش في ايه. صاحيين يعني؟ طيب. من 7 شهور جالي المرض الخبيث يعني، وبعدين انا مش زعلان منه طبعا، ده مبهدل، انا ما حدش يجيلي. فالكيماوي بقى بهدلني، فانا عملت معاهده مع السرطان نحارب الكيماوي، مش بقى الكيماوي اللي يحارب السرطان. طبعا كلموني حوالي 4 مليون واحد في شهرين 3، قلت لهم طب كل واحد يدفع جنيه، كنا عملنا 4 مليون جنيه احسن من المكالمات. النهارده يوم سعيد بالنسبه لي جدا، انا بقالي حوالي 15 سنه في مصر او كده، فشفت وجوه غريبه جدا عليا، ابتدت الملامح كده افتكرها يعني، اللعيبه القدام بتاع النادي المصري. انا سعدت بيهم النهارده جدا وشفتهم، وخاصه النجم عبد الله عبد اللطيف انه اجى كمان النهارده، فكانت لفته منه جميله جدا يعني، بشكره على مجيئه وربنا يشفيه. اللي عاوز اقوله برضه ان الحب اللي موجود هنا بيننا كبورسعيديه حاجه جميله جدا، ونادر انك تلاقيها في اي مكان. ويمكن الاستاذ محمد جابر ده يعني اتعرفنا ببعض قريب، لكن ارتبطنا مع بعض جدا، وهو راجل كريم وراجل جدع وراجل مواقف. ناس كتير هربت وفلقت، لكن هو وقف واحيا الحفل الجميل ده وتكفل بيه، ودي حاجه مش جديده عليه يعني، دي حاجه معروفه يعني عنه. برضه عبده عالميه انا بشكره جدا على موقفه وحبه للنادي المصري اللي هو نادينا كلنا، وانه يعمل الاحتفاليه دي حاجه كانت روعه يعني. صحيح ما شفتش لسه حاجه يعني، لكن حاسس ان هي روعه يعني صراحه. طبعا كابتن طارق ده من اخف ناس يعني عندي في الدنيا، بيجي ياخدني من البيت من العربيه ويصحيني ويبهدلني عشان نروح نضحك شويه في التلفزيون في قناه النيل الرياضيه اللي انا بحبها قوي، ويرجعني البيت تاني. فهو ذكي يعني، بيعرف يلعبني كويس. طبعا الدكتور علاء حامد ده ابن غالي، ووالده كان صديق ليا جدا، وهو شرفني وشرف الدنيا كلها. اما بقى الدكتور محمود حسين اللي راكب الطياره على طول، لسه ما نزلش على الارض لغايه دلوقتي، ريو دي جانيرو، لا يرجع على الحج، حاجه جميله جدا جدا. انا ممكن احكي حكايه هي مش قبيحه، لكن حكايه لازم تسمعوها بقى بصراحه، لان انا عاوز اقولها. في تلفزيون ولا حاجه بيسجل؟ كل دول لا يا راجل. طبعا قنوات يبقى تسجلنا النهارده لو انا احكي ولا ما احكيش؟ اقفل التلفزيونات، اقفل يا راجل. سنه 71 منتخب المعاهد راح يلعب في السعوديه، كنا مجموعه لعيبه كبار قوي وقتها،
يعني انور سلامه وهاني مصطفى وابو العز وعز الدين يعقوب، مجموعه جباره يعني. ده سنه 71 كنت بلعب في الاهلي وقتها. لما رحنا هناك قالوا لنا انتوا هتعملوا عمره النهارده. انا لا اعرف عمره يعني ايه ولا بصلي وقتها يعني صراحه، الوقت بصلي الوقت. صليت الجمعه معانا النهارده. صليت معاكم الجمعه النهارده. المهم بس صليت على الكرسي يعني وانا قاعد على كرسي. المهم لما رحنا هناك قلت لهم انا اعرف ان الناس بتيجي هنا ولما يرجع اقول له ازيك يا حاج وما اعرفش عمل ايه هناك يعني، فدي حاجه زيها؟ قالوا يعني قريبه لها. فهتعمل ايه؟ لبسنا لبس الاحرام ورحنا قالوا هتلفوا 7 لفات حوالين الكعبه والصفا وبوسوا من الحجر الاسود والصفا والمروه 7 مرات. المهم لفيت ال7 لفات وجيت ابوس الحجر اللي قالوا لنا عليه. كل ما اقرب الناس تزقني ترجعني، اقرب يزقوني يرجعوني. قلت العمره بتاعي باظت، رحت راجع 20 متر ورا وفاتح سبرنت موقع الناس اللي واقفه قدام الحجر كلها بعيد، ودخلت انا ابوس الحجر راحت الناس هجمه عليا لزقوني في الكعبه، ان اطلع مش عارف. المهم قعدت عافر لغايه ما طلعت بره لسه باخد نفسي. واحده بتقول لي استر عورتك، قلت لها مالك يا ست؟ استر عورتك. حسيت بها وببص ما لقيتش النص التحتاني.